بحييك لأنك توزع في حنك تشيل هم بلادك وتنساه همك. أنا سعيدة جدا جدا إنه أستاذ زاهر القنصل العام إنه جه زارني في البيت وتكفل بالعملية بتاعتي اللي هي كانت بتكلف 70,000 درهم. حقيقة أنا العبرة خانقاني لأنه ما كنت متصورة إنه أقعد وأعمل عمليات بتاعتي بتاعت عيوني. الشكر كل الشكر للقنصلية العامة في هيئتها العامة وللأستاذ زاهر للمتابعة وللاهتمام وقضايا الجالية. يعني فعلا عملوا في فترة عمل نوعي كبير جدا بيخص الجالية السودانية هنا لقضاياهم يعني الماسة والحوجة اللي كانت متمثلة في الصحة ومتمثلة في التعليم. فحقيقة يعني القنصلية في الفترة الأخيرة عملت عمل نوعي كبير جدا للجالية هنا، ويمكن ناس كثيرة حست به في المخيمات الصحية والعمليات الجراحية والعمل التعليمي. تعالجت في أحسن المستشفيات، داير أقول إنه أنا ما خسرت غير حق التاكسي بس اللي بمشي للمستشفى. الحمد لله. حتى الأدوية يعني كان بدوني لها يعني أنا ما عارفة عاجزة عن الشكر رغم الظروف ومشاغله الكثيرة، وفضل من وقته إنه يجينا يزورنا في بيوتنا. شكري برضو لمؤسسة مستشفيات أستر، يعني عمل خيري ضخم جدا وتكاليف عالية جدا، نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتهم. والحمد لله دي المحرية في القنصلية، وإن شاء الله نحن وهم يد واحدة. الحاجة دي ما سهلة كونه إنه زول مسؤول يقوم يجي في بيت مواطن بسيط يشوف حاله ويشوف إنه الشيء اللي عايشه كيف ويتفقد حاله، ودي ما حاجة سهلة إنه القنصل يجي يتفقد الناس في بيوتهم. فشكرا لك يا أستاذ زاهر وبشكرك كثير، وربنا يقدرنا على جزاك والله. ربنا ملامح وطن بقامة حبيبة، مساحة في قلوبنا واسعة ورحيبة، نقدس تراب والكون صفاتنا ونمسح شكوك جوانا ونسيب